مصطفى، شو الفرق بين الرهن العقاري أو التمويل العقاري؟ لأني دائما بتلخبط بيناتهم، فممكن توضح لي الفرق؟ بص، هو يبدو في المعنى ان الكلمتين متشابهين، لكن الفرق كبير جدا ما بينهم. التمويل العقاري دايما بيكون مصحوب بالرهن العقاري، انما الرهن العقاري مش لازم يكون معاه تمويل عقاري. اوضح لك الفرق. التمويل العقاري انت بتروح للبنك بتقول له انا عاوز اشتري بيت في المكان الفلاني وسعره كده، فالبنك بيرتب لك كل الحاجات ويقول لك هتدفع كام داون بيمنت وتاخد القرض على كام سنه وي الكلام ده كله. انما في الرهن العقاري الكلام ده مش بيحصل. في الرهن العقاري انت بيكون عندك البيت اساسا وبتروح للبنك بتقول له انا عاوز قرض بضمان البيت او عاوز كاش بضمان البيت. البنك ساعتها بيديك مثلا مبلغ حوالي 80% من ثمن العقار بتاعك بعد ما بيعمل له تقييم، وبعد كده بيرهنه. فكده هو ما حصلش تمويل للعقار، هو حصل رهن للعقار. في الحاله الاولانيه البنك عمل لك تمويل الاول للعقار، وبعد كده عمل لك رهن للعقار تحت اسم البنك. فهمت الفرق كده ما بين الرهن العقاري والتمويل العقاري؟ لو اي حد محتاج تفاصيل اكتر عن الرهن العقاري او محتاج تمويل عقاري ممكن يتواصل معنا واحنا بنساعده.